أهلا ومرحبا بكم إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. اختتام الأسبوع القانوني الوطني. الاحتفال بالذكرى 35 لتدمير نادو إز في مدينة أفعبت. دعوة للعناية بنظافة الفم والأسنان. صربيا وكوسوفو تبحثان تطبيع العلاقات برعاية الاتحاد الأوروبي. برلين وطوكيو تعتزمان تعزيز علاقتهما في الأمن الاقتصادي والدفاع. وزيرا خارجية مصر وتركيا يؤكدان بدء مرحلة جديدة من التعاون. مرحبا بكم. اختتمت فعاليات الأسبوع القانوني الوطني الذي انتظم في الفترة من 13 وحتى 18 من مارس تحت شعار القانون للكرامة الإنسانية والتنمية. وفي مراسم الاختتام التي جرت في مقر وزارة العدل بحضور الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة والسفراء والمعتمدين لدى البلاد، قال أعضاء اللجنة المنظمة لأسبوع القانون أن العدالة مبدأ والقانون ثقافة في إريتريا، موضحين بأن جعل القانون آني ويعكس المجتمع الإريتري بالحصول على الإجابات من لقاءات الشعب المستمرة هي من الأهداف الكبيرة للشعب، ويعتبر نجاحا من حيث القضايا التي تناولها. اشتمل أسبوع القانون الذي استمر لمدة أسبوع على دعم الخدمات القانونية ومسابقات المعلومات العامة ومقابلات ومنشورات عبر وسائل الإعلام وبرنامج حماية البيئة وسيمينار موجه للإريتريين في الخارج بالفيديو الافتراضي وتقديم أوراق عمل. وكانت وزيرة العدل فوزية هاشم قد ذكرت أن الهدف من أسبوع القانون هو رفع الوعي والحصول على أفكار إضافية مستجابة بما يبين قيم المجتمع السمحة دون الاقتصار على النظريات والمبادئ الفكرية وتحقيق مهام العدالة. وقد نظم يومي 18 و19 من مارس ضمن أسبوع القانون بازارا نوعيا على أرصفة شارع الحرية في العاصمة أسمرة بمشاركة المرافق الخدمية. وأوضح السكان بأن أسبوع القانون إلى جانب مساهمته الفعالة في التنوير بالقانون قد اتسم بفعاليات ترفيهية وتعليمية، كما قدمت شهادات تقديرية ل21 امرأة نموذجية عاملة في نظافة شوارع أسمرة. وعرض في مناسبة الاختتام فيلم وثائقي أعدته وزارة العدل بعنوان إريتريا منحل الكرامة الإنسانية. شهدت مدينة أفعبت في 18 من مارس الجاري احتفالا مفعما بحفاوة كبيرة بمناسبة الذكرى 35 لتدمير جبهة نادو إز وتحرير مدينة أفعبت. ونظمت في الاحتفال الذي حضرته حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد رزنة أدوناي والضيوف المدعوين، نظمت مسيرة شارك فيها المواطنون ووحدات قوات الدفاع. وذكر مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب أن الذكرى 35 لتدمير جبهة نادو إز وتحرير مدينة أفعبت خير شاهد على صمود وتحدي الشعب الإريتري ولها مضمون كبير خاصة في المرحلة التي دخلناها. وأشار إلى أن العملية الهامة التي انتهت في غضون 3 أيام بتحقيق انتصار باهر تعتبر إحدى أكبر العمليات العسكرية التي كانت يخوضها الجيش الشعبي لتحرير إريتريا من حيث القوى والتنظيم الدقيق والتخطيط العسكري المحكم والسرعة والكفاءة، ولا سيما كانت نقطة تحول في تاريخ نضالنا التحرري. وحفلت المناسبة بفقرات فنية وثقافية وتوزيع جوائز مختلفة على الفائزين في المنافسات الرياضية. وقد قدم أعضاء جمعية الجماهير في مدينة أفعبت كلمات عبروا فيها عن ذكرياتهم ودور المواطنين الفعالة وخاصة المرأة الإريترية الباسلة أبان الكفاح المسلح.
الجدير بالذكر أن الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا شنت في الفترة من 17 وحتى 19 من مارس لعام 1988 هجوما عسكريا كاسحا دمرت فيه قوات العدو الإثيوبي المرابط في الجبهة البالغ قوامه 20,000 عسكري، والذي كان يتباهى به الدرج، وحرر مدينة أفعبت ودمر جبهة نادو إز. دعا أطباء الأسنان في مستشفى كارن للعناية بنظافة الفم والأسنان تحسبا للأمراض التي تسببها. وأوضح الدكتور برخة تسفو والدكتور محاري تخستي أهمية الأسنان في الجهاز الهضمي وهيكل الوجه، وأن تلفها يمكنه إحداث أضرار صحية كبيرة. وقدم دعوة للمواطنين للإسراع إلى المؤسسات الصحية في حال تسوس الأسنان ومصاعب صحية في الفم. وقال مسؤول قسم الأسنان الدكتور عمر الدين إبراهيم إن أغلب مرضى الأسنان القادمين إلى المستشفى جاءوا لتسوس الأسنان، وأن العناية الصحية السريعة تحول دون أضرار كبيرة. ونصح الأطباء لتنظيف الأسنان وتجنب الأكلات السكرية والتدخين والتبغ. تجري أنشطة نفير واسعة لحماية التربة وحفظ المياه في دقي قرورة وإم حميمة في مديرية قرورة. وقام السكان وعمال المؤسسات الحكومية وأعضاء قوات الدفاع بصيانة الحواجز التحويلية بطول 800 متر في أراضي ملعيت الزراعية و400 متر في دقي قرورة. وأوضح مديرية قرورة السيد إدريس علي أن الهدف من النفير هو تحويل سيول عدة أودية إلى الأراضي الزراعية البالغة مساحتها حوالي 5,000 هكتار في ملعيت ودق قرورة، وزرعت مؤخرا للمواطنين، مشيدا بالعمل المتفاني للسكان والعمال وأعضاء قوات الدفاع. مشاهدينا، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. تستضيف مقدونيا الشمالية قادة كوسوفو وصربيا لإجراء محادثات جديدة صعبة بشأن تطبيع العلاقات بينهما برعاية الاتحاد الأوروبي الذي زاد مؤخرا الضغوط على الجانبين. ويأتي هذا الاجتماع على ضفاف بحيرة أوخريد في جنوب غرب الدولة البلقانية الصغيرة بعد فشل المحادثات في بروكسل الشهر الماضي، حيث تم الكشف عن خطة سلام أوروبية. ومن جديد سيسعى منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى التقريب بين موقفي رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي ورئيس صربيا ألكسندر فوتشيش بعد أكثر من عقدين على حرب دامية بين متمردين انفصاليين كوسوفيين والقوات الصربية. وتنص هذه الوثيقة الأوروبية المؤلفة من 11 مادة على أن الطرفين يعترفان بشكل متبادل بوثائقهما ورموزهما الوطنية الخاصة بكل منهما، وأنهما لن يستخدما العنف لحل الخلافات بينهما. أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والمستشار الألماني أولاف شولتز في مؤتمر صحفي مشترك في طوكيو تعزيز علاقات بلديهما في مجالات الأمن الاقتصادي والدفاع. ويزور شولتز اليابان المرة الثانية في أقل من عام برفقة 6 وزراء ووفد من مدراء الأعمال في ألمانيا، إذ ترقب برلين بتوسيع تبادلاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادي إلى ما هو أبعد من الصين. وتستضيف اليابان قمة مجموعة ال7 في مايو في هيروشيما غرب البلاد. وشدد كيشيدا وشولتز على حاجة بلديهما إلى زيادة تنويع مصادر الإمدادات التي شهدت اضطرابات على خلفية جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
وأوضح كيشيدا أن طوكيو وبرلين ترغبان بتعزيز تأثيرهما في قطاعات استراتيجية مثل موارد التعدين والمواصلات والبطاريات وتبادل أفضل الممارسات للتعامل مع المخاطر. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرها التركي مولود شاوش أوغلو سعي بلديهما إلى تطبيع العلاقات بينهما وبدء مرحلة جديدة من التعاون. وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شاوش أوغلو بالقاهرة إن بلاده تعمل من أجل تطبيع العلاقات مع تركيا وبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك. وأضاف أنه سيجري العمل على إعادة تبادل السفراء خلال الفترة المقبلة. من جهته أكد شاوش أوغلو أن بلاده ستعمل على إعادة تبادل السفراء مع مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية جادة من أجل تطوير العلاقات. وأشار إلى أن الرئيسين التركي والمصري رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي تعهدا خلال لقائهما بالدوحة في نوفمبر الماضي بتطوير العلاقات بين بلديهما. استيقظ سكان بلدة أستراليا ليجدوا ملايين الأسماك الميتة في نهرهم. وتم الإبلاغ عن نفوق الأسماك على نطاق واسع لأول مرة في مدينة مينيندي في نيو ساوث ويلز الأسترالية، فيما قالت هيئة الأنهار بالولاية إن ذلك كان نتيجة لموجة حار مستمرة تؤثر على نهر دارلينغ باكا. ويقول السكان المحليون إن هذه هي أكبر حادثة لنفوق الأسماك في المدينة، والتي شهدت نفوقا كبيرا آخر للأسماك قبل 3 سنوات فقط. وقالت هيئة الأنهار بالولاية أن ذلك كان نتيجة لموجة حارة مستمرة تؤثر على نهر دارلينغ باكا. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. اختتام الأسبوع القانوني الوطني. الاحتفال بالذكرى 35 لتدمير نادو إز في مدينة أفعبت. دعوة للعناية بنظافة الفم والأسنان. صربيا وكوسوفو تبحثان تطبيع العلاقات برعاية الاتحاد الأوروبي. برلين وطوكيو تعتزمان تعزيز علاقتهما في الأمن الاقتصادي والدفاع. وزيرا خارجية مصر وتركيا يؤكدان بدء مرحلة جديدة من التعاون. انتهت النشرة، قدمتها لكم حنان عمر جيلاني من تلفزيون دولة إريتريا. إلى اللقاء.